ازيكم؟ انا ايمان فوزي وانتوا بتتابعوا قناه سكول دايز، والنهارده هنشرح زمن البريزنت بيرفكت او المضارع التام لو حبينا نترجمه بالعربي. زي ما احنا عارفين في كل زمن احنا محتاجين نعرف 3 حاجات. اول حاجه تكوين الزمن ده بيتكون من ايه، تاني حاجه استخدامه بستخدمه امتى، تالت حاجه السؤال والنفي بعمل فيهم ايه. بالنسبه لزمن البريزنت بيرفكت انا بستخدمه لما باجي اتكلم عن حاجه لسه حاصله حالا وانتهت، او شيء حصل في الماضي من غير ما احدد زمن، او اني مش فاكر الزمن اصلا. يبقى الحاجه المهمه اللي بتفرقه عن زمن الباست سيمبل ان انا ما بحددش زمن. تاني حاجه محتاجين نعرفها تكوين زمن البريزنت بيرفكت بيتكون من ايه. زمن البريزنت بيرفكت بيتكون من الضمير بلس الفعل المساعد have بلس التصريف الثالث للفعل. طيب انا عارف ان I ويو ووي وزي بياخدوا have، وهي وشي وات بياخدوا have زائد التصريف الثالث للفعل. طيب لو حبينا نتكلم عن التصريف الثالث للفعل، في بعض الافعال بتبقى regular ودي بضيف لها ed لنهايتها زي watch هتبقى watched liked. وفي افعال بتبقى irregular زي write wrote written built cut. عندي تاني go went gone eat ate eaten sell sold made found. انا مع التكرار هلاقي نفسي حفظت كل الافعال دي، فما اقلقش خالص. كل ما الاقي فعل جديد عندي اكتبه في نوت بوك بره، ومع الوقت هلاقي نفسي حفظت كل الافعال دي والدنيا بقت سهله بالنسبه لي. نيجي ناخد examples. عندي اول example the plane has just landed at the airport. الطياره لسه هابطه حالا في المطار. the plane خدت has landed التصريف الثالث لفعل land. the boy has just eaten all the cake. الولد لسه حالا واكل كل الكيك. the boy اكنها he خدت has eaten التصريف الثالث لفعل eat. the girls have finished their homework. البنات خلصوا الهوم وورك بتاعهم. عشان انا ما حددت الزمن فخدت زمن البريزنت بيرفكت. the girls دي جمع فخدت have finished التصريف الثالث لفعل finish. I have seen this movie before. انا شفت الفيلم ده قبل كده وما حددت الزمن، يبقى برضو بريزنت بيرفكت. I هتاخد have seen التصريف الثالث لفعل see. ثالث حاجة محتاجين نعرفها النيجاتيف والكويشن فورم بنعمل فيهم ايه. طيب زمن البريزنت بيرفكت اوريدي في تكوينه في فعل مساعد اللي هو have، فانا هحط للفيرب have not. have هتبقى haven't، has هتبقى hasn't. ناخد examples عن نيجاتيف فورم. اول example I have seen this film before. انا شفت الفيلم ده قبل كده. عايزه اعمل نيجاتيف فورم هتبقى I haven't seen this film before. Number 2 we just have had our results. had هنا جايه verb، فالتصريف الثالث بتاع verb have had يبقى we haven't had our results yet. بالنسبة للكويشن فورم عندي أول example I have already finished my homework. أنا بالفعل خلصت الهوم وورك بتاعي. فأنا عايزة أسأله هو أنت كنت بتعمل إيه؟ هقول له what have you done. عندي عشان already زمن البريزنت بيرفكت في تكوينه فعل have، فأنا مش محتاج فعل مساعد تاني في السؤال، فهستخدم have أو has في السؤال تبقى what have you done. عايزة أسأله question yes or no، هحط have في الأول هتبقى have you finished your homework. خلصت الواجب بتاعك؟ هيقول لي yes I have أو no I have not. عندي تاني example she just bought a new dress. هي لسه حالا شارية فستان جديد، فأنا شايفاها خارجة من المحل ومعاها شنط، فعايزة أسأل هي
لسه شارية ايه؟ هقول what has she just bought. هي لسه شارية ايه؟ عايزة اسأل سؤال yes or no. has she bought a new dress؟ هي اشترت فستان جديد؟ هقول yes she has او no she has not. احنا كده خلصنا شرح زمن البريزنت بيرفكت، بس هنعمل عليه سمري دلوقتي بسرعه. قلنا اول حاجه احنا بنستخدمه امتى؟ بنستخدمه لما نيجي نتكلم عن حاجه لسه حاصله حالا وانتهت، او شيء حصل في الماضي من غير ما احدد وقت، او اني مش فاكر الزمن اصلا. بالنسبه لتكوين زمن البريزنت بيرفكت، زمن البريزنت بيرفكت مع الضمائر I ويو ووي وزي بياخد الفعل المساعد have، ومع هي وشي وات ياخدوا هاز زائد التصريف الثالث للفعل. عشان اعمل سؤال في زمن البريزنت بيرفكت هستخدم الفعل المساعد have. يبقى have you just washed your car؟ الإجابة هتبقى عشان have في الأول yes or no يبقى yes I have أو no I have not. What have you done؟ أنت لسه عامل إيه دلوقتي حالا؟ I have just washed my car. عشان أعمل نيجاتيف فورم هحط للفعل المساعد have not، يبقى have هتبقى have not، has هتبقى has not. نكون خلصنا شرح زمن البريزنت بيرفكت، واعتقد ان هو بقى سهل وبسيط جدا. وجود باي.